لا تحلو القطائف إلا في رمضان. يقول الشاعر الرومي: قطائف قد حشيت باللوز والسكر المادي حشو الجوز، تسبح في آن دهن الجوز، سررت لما وقعت في حوزي سرور عباس بقرب فوزي. أما الشاعر السيوطي فيقول: لله در قطائف محشوة بالفستق، دعت النواظر واليد، شبهتها لما بدت في صحنها بحقاق عاج قد حشين زبرجدا. أي روح يا قطايف، شو هالعز، شو هالغزل من الشعراء، كانوا يحبوها زمان وهي يعني حلويات قديمة كثير، يعني من تقريبا من 1300 سنة تقريبا. دائما نتعود عليها برمضان بشكل خاص. راح نشوفها بطريقة سهلة ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم من جديد. مشان نعمل قطايف بدنا طحين 2.5 كاس، نشا 2 ملعقة كبيرة، باكنج باودر تقريبا ملعقة كبيرة، فانيلا عندنا ظرف واحد، وفي عندنا كمان السكر تقريبا 3 ملاعق كبار، هاي خلطة الناشف، ملح ملعقة صغيرة أو رشة. بنيجي على المي، تقريبا عندنا 3 كاسات إلا ربع محن، طبعا ما زهر، 2.5 مي وربع كاس ما زهر عشان يعطي نكهة يعني عطرية. بنحط المي والما زهر فوق الطحين والملح والسكر والباكنج باودر والفانيلا، وبنخلطن خلطا جيدا. بدنا نضل نخلط فيه حتى يصير يعني سائل متجانس ومتماسك، نضل نخلطهم بشكل كويس. واذا في خلاط كمان موجود او خفاق مش غلط يساعدنا، مثل يعني الاختراع العجيب. نخلطهم المهم يتماسك، ما يضل فيهن اي تكتلات او تجمعات بالطحين. ايوه لازم يكون كلهن رخوات بهذه الطريقه هاي. بعدين بنجيب هاي الشربة كمان العجيبة، او اي اناء او اي يعني جنينة ممكن بخشب، يعني مهم ندبر حالنا باي وسيلة وحسب الحجم اللي بدنا اياه. بنجيب مقلة طبعا نحطه على النار تا يسخن، وبننزل السائل شوي شوي بهالحجم اللي بدنا اياه. وشوفوا على المنظر، اللهم صل على سيدنا محمد، الوجه اشقر اشقر وكمان الوجه الثاني ابيض وطريات كثير كثير، هشات وطريات. الحشوة هون عندنا جوز الهند ويعني 150 غرام تقريبا، والجوز 150 غرام. بدهن طبعا ملعقة سكر مشان يعطي نكهة كمان، بس فقط جوز الهند كل واحد 150 غرام مع رشة سكر. في ناس تحب يعني تخلطها تحشيها بقشطة، الموضوع يعني اختياري. اليوم حشيناهن بس بالجوز وجوز الهند بناء على رغبة الجماهير اللي هون، يعني الحاشد اللي عندنا. ايوه فكثير طيبات، يعني قطايف الجوز كثير طيبة. في ناس تحب القشطة، ما فيش مشكلة، مرة عملناها بقشطة. اللي بحب يعني بشوف قناتنا موجود على اليوتيوب، موجود بأكثر من 4-5 طرق عملناها. بنحشي الكمية كلياتها تقريبا، كفت هاي كمية الحشي، يعني الحشوة كفت يعني الحمد لله وبزيادة. هون طلع منها حجم كبير، احنا مشان الواحد يشبع يعني. في ناس تحب صغيرة او بيعملون عصافيري، لا احنا عملناها اليوم يعني حجم كبير، يعني حجم عائلي، بحيث الواحد وكل واحدة او 2 بالكثير يضل يعني رايح كمان لمشرق مشان يشبع من مرة. هاي الكمية جاهزة حشيناها. هون بدنا نشويها شوي، احنا راح نشويها شوي، ما راح نحطها بزيت، تكون يعني صحية كثير، شوي فقط يعني احسن مشان ما تغب منها الزيت. الشوي بده طبعا بدنا نبخ ارضية الصينية بالزيت، زيت ابيض، او ندهن القطايف بالسمن، السمن الحيواني او البلدي، يعني السمن العربي. راح نشويها شوي بس ما بدنا نقليها قلل. اليوم طريقة شوي كثير ممتازة. بهالطريقة هاي بتصير صينية جاهزة، بنفوتن على الفرن، الفرن بده يكون حامي 250 درجة من فوق، راح نديره بس، ولا 5 دقائق، بين ال5 دقائق وال7 دقائق بكون جاهزات ان شاء الله تعالى. طبعا بنقلبهن بنص ال5 دقائق، يعني على 2.5 دقيقة بنقلبهن، نعمل تقليبة صغيرة مشان الحرارة تتوزع على الكل. القطرات بكون جاهزات، بنرشن بقطر او بنغطسن حسب يعني رغبتنا. احنا هون رشيناهن من فوق بهالطريقة، وبنزين على الوجه اي شيء بدنا اياه. احنا هون زينا فستق حلبي، يعني بضل احلى منظره، اللون الاخضر فيه كثير حلو. بكون قطايفنا جاهزات ان شاء الله. عندي احساس كبير وامني انه يعجبكم الفيديو. اذا عجبكم اعزائي واحبتي دعمونا الفيديو وشاركوا على نطاق واسع مشان الكل يشوفوا الفائدة. تعم رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.